السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى قلت أعمل معاكم كيكة حلو الشام بالبرتقال وبالآيس كريم. أنا معايا 2 بيضة، ومعايا كوباية إلا ربع لبن، تمام كده، وكيس الكيكة، كيكة البرتقال، وكوبايه، واللي انا حطيته ده معلقتين سمنه. انا كنت بس بسيحها عشان خاطر ايه، اعرف اضربها كويس بالمضرب. انت عايزه تحطيه على كده مفيش اي مشاكل. انا الكيس ده كان فيه كيس ايس كريم هديه، فانا قلت بقى ايه اجرب معاكم كده كيكه بالايس كريم نشوف طعمها وشكلها عامل ازاي. بصراحه طلعت تحفه قوي وجميله، فاتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله باذن الله وتقولي لي رايكم ايه. دلوقتي بقى ايه هي اهو كيس كيكه وكيس ايس كريم. انا بقى هعمل الكيكه كده زي ما حضراتكم، ده الطبيعي والعادي جدا يعني ما فيهاش اي حاجه. انا حطيت كوبايه الا ربع لبن واتنين بيضه. لو انت عايزه تحطي 3 ما فيش اي مشاكل برضك عادي. وبعد كده نزلت بقى ايه بالدقيق واحده واحده كده لغايه ما ايه، ما فك معايا، او اديته بقى ايه قوام، خليته يعني نفس القوام ايه اللي انا عاوزاه. قعدت اقلب بقى كده كويس كده بالمضرب. وبعد كده انا حسيت بصراحه اللي هو عاوز، حاسه اللي هو قوامه تخين شويه. فروحت انا بقى عملت ايه، حطيت عليه حبه لبن تاني صغيرين، حوالي معلقتين لبن او ربع كوبايه، يعني حبه قليلين قوي عشان خاطر بس يبقى كده. ممكن ان انت تحطي كوبايه الا حاجه بسيطه لبن على المقدار دوت. جبت بقى الصينيه القلب ديت ودهنتها سمنه، والجوانب والحفو كله والارضيه عشان خاطر ايه تخرج معايا بسهوله جدا. بصوا بقى القوام بتاعها كان عامل ازاي، انا كنت فعلا هو ده القوام اللي انا عاوزاه، كان جميل جدا وحلو قوي. انا فضيتها بقى كده زي ما حضراتكم شايفين في الصينيه، وكل الحاجات اللي في الجنب ديت المفروض ان انت بتشيليها عشان ما تتحرقش منك ايه وتبقى محروقه كده. لا، انت تظبطي كده الصينيه وتخبطيها كده تخبطتين 3، وبعد كده بقى تحطيها في الايه، في الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. تمام كده. نيجي بقى نعمل مع بعض الايس كريم. بس بقى قبل اي كلام يا جماعه، احنا نسينا ما تصلوا معانا على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. ولو لسه لغايه دلوقتي ما اشتركتيش في القناه، فضلا وليس امر تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان كل فيديو جديد انا بنزله يوصل لكم على طول. انا بقى جبت كيس لا مش كريمه، كيس الايس كريم، وحطيت عليه حوالي ربع كوبايه لبن. تمام كده. انا ما كترتش عشان هو كميته اصلا قليله. قعدت بقى اضرب في الكبه دي قد كده. لو انت عندك مضرب كهربائي يستحسن، هيبقى حلو برضك وكده. ما عندكيش استخدمي بقى الكبه زي حالتي كده. بصوا بقى اللون بتاعها كان عامل ازاي، بني كده، لان هو اصلا شوكولاته فلونه بني. بس بقى من كتر الضرب اللي انا ضربته كتير فاداني اللون بقى ايه، الكاكاو او لون الكافيه. بص فاتح بقى ازاي. بس انا بقى هاخده كده زي ما هو كده وهحطه معايا في التلاجة عشان طبعا هو سايح خالص. فانا هبتدي بقى ان انا احطه في الفريزر عشان ايه قوامه بقى يبقى حلو كده وماسك نفسه لما اجي ايه اقدمه مع الكيك. بصراحة بقى طريقة سهلة جدا وجميلة اهو. بص شكله عامل ازاي. فانا ايه احطه في الفريزر وابص بقى على الكيك. اديني بقى طلعت الكيكه الحمد لله، كانت مستويه وكانت جميله اهي وقبه وزي الفل الحمد لله. وابتديت بقى ان انا ايه اغرس فيها السكينه كده عشان خاطر ايه تبقى متهويه معايا، وهوريك انا هعمل معاها ايه تاني. بصوا الصينيه طلعت فاضيه فل شمعه منوره ازاي الحمد لله. ما تنسوش بقى تصلوا معانا على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام، وتدعوا امواتنا واموات المسلمين بالرحمه والمغفره، وتصلوا طول الوقت دايما على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه والسلام. انا بقيت اعمل خرم كده السكينه، بالسكينه يعني عشان خاطر ايه الشربات اللي انا حاطاه ده يتسقسق في كل الكيك. تمام كده. انا كنت عندي شربات فانا قلت بقى ايه استفاد منه واللي انا احطه ايه في الكيكه بتاعتي. حطيت بقى من الجناب كده وحطيت من في النص بقى وظبطتها ومليتها ايه كريم. طلعت بقى الايس كريم دوت، لا الكيكه الكيكه الاول حطيت الشربات كده وسقسقته ايه جوه في الكيكه نفسها من الحواف كده ومن جوه وظبطتها.
سقسقتها بقى بالشربات او السيرب بقى براحتك بقى، انت عندك ماشي، ما عندكيش مش مشكله خالص، هي كده كده اصلا فيها ايه السكر بتاعها مظبوط وزي الفل. المهم بقى انا جبت الايس كريم كده زي ما حضراتكم شايفين اهو، بصوا قوامه بقى متماسك وحلو، زي انا حطيته في الفريزر زي ما قلت لحضراتكم، فكان قوامه حلو جدا ومتماسك. ماما بس فالمهم بقى ايه، بنتي يا جماعه عماله تتكلم معايا معلش يعني. المهم بقى ايه، انا حطيت الايس كريم كده زي ما حضراتكم بقى. التزويق ده طبعا انتوا عارفين يعني، انا قلت لكم كذا مره كل واحد بقى وذوقه. انا بقى حطيتها كده اهو، وطبعا عشان خاطر ايه تبقى موجود فيها الايس كريم، تقطعي القطع كده وفيها ايه ايس كريم. نبتدي بقى اللي انا ازوقها ايه زي ما حضراتكم شايفين. بصراحة كانت حلوة يعني، انا اول مرة اكلها بالايس كريم، بس بصراحة كانت جميلة يعني. فاتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله باذن الله وتقولوا لي رايكم ايه. انا بقى كان عندي شوية فورماسيه كده، فانا قلت بقى ايه ازوق برضو شكلها ايه عشان يبقى ليها شكل حلو كده، فايه ازوقها. طبعا زي ما انا قلت لكم التزويق ده براحتكم جدا. انت عندك حاجات زي كده ماشي، عندك شوكولاته عاوزه تحطيها من على الوش، اللي يريحك يعني بقى التزويق زي ما قلت لك كده. بصراحة كان طعمها حلو جدا، واتمنى برضو اللي انتوا تجربوه ان شاء الله باذن الله. ما تنسوش بقى يا جماعة اللايك بقى بالله عليكم، عشان خاطر والله هو بيفرق معانا جامد جدا، والدعم بقى من حضراتكم والاشتراك في القناة عشان اي فيديو انا بنزله يوصل لكم على طول ان شاء الله باذن الله. المهم بقى يا جماعة انا عاوزة اقول لكم ان العلبة دي اصلا مكتوب عليها ايه، مكتوب من ورا المقادير او الطريقة ازاي بقى اللي انت بتحطي ايه يعني. تاني هي العجينة ديت الدقيق دوت، وبتحطي عليها اللهم صل على النبي 3 بيضات مكتوب كده، وبتحطي نص معلقه، نص كوبايه سمنه، ونص كوبايه لبن، تمام كده، زبده ولبن والدقيق والبيض. هو انت هي دي المقادير اللي مكتوب عليه. انا بقى طبعا ما استخدمتش المقادير ديت، انا حطيت مقادير بمزاجي انا، بس هي طلعت حلوه وجميله اهي زي ما حضراتكم شايفين، هشه ومنفوشه وجميله وحلوه وطريه برضك في نفس الوقت وكل حاجه. طبعا احنا عارفين ان البيض ده بيخليها يديها نفشه حلوه كده، بس انت يعني مش شرط اللي انت تلتزمي بالمكتوب من في ظهر العلبة او الكرتونة، لا عادي جدا. احنا في الطبيعي الكيكة بتاعتنا بتاخد 3 بيضات وكوباية لبن والسكر طبعا حسب الكمية، كوباية ونص او كوبايتين براحتك جدا على 3 كوبايات ايه دقيق. فانت دي حاجة طبيعية جدا وكيكة عادية خالص. طالما هو بقى هنا مديني الدقيق ومديني فيه المحسن بتاعه الكيكة او ريحة البرتقال، ومديني الفانيليا والبيكنج باودر فيها والطعم والسكر وكله، بس احنا بقى بنحط البيض واللبن والزبده، تمام كده. انا بقى عملتها زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو بايه، بس 2 بيضه وبنص كوبايه لبن، والسمنه كمان انا ما حطيتش كل حاجه، حطيت بس حوالي معلقتين سمنه، فبرضو طلعت حلوه وجميله زي ما حضراتكم شايفين كده. فبصوا هشه اهي، وشكلها بجد كان حلو وطعمها كان احلى. فاتمنى ان شاء الله باذن الله اللي انتوا تجربوها وتقولوا لي رايكم ايه في التعليقات ان شاء الله. ودلوقتي بقى ان شاء الله كده الفيديو خلص الحمد لله. اتمنى بقى من حضراتكم اللايك، لو لغايه دلوقتي لسه ما اشتركتيش في القناه فضلا وليس امر تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.